في حي هادي في مدينة صغيرة كان فيه شاب اسمه آدم، عنده 26 سنة، محبوب، ذكي، وكان دايماً بيساعد الكل. لكن كان عنده سر، آدم كان مدمن، مش بس مخدرات، لا، كان مدمن كل حاجة. بدأت القصة وهو عنده 15 سنة لما جرب أول سيجارة حشيش مع أصحابه. حس إنه طاير، مرتاح، بعيد عن مشاكل البيت. ومع الوقت جرب حاجات تانية، حبوب، خمور، وبعدها بقى مدمن كحول بانتظام. كانت البداية من باب التجربة، بس التجربة كبرت وخرجت عن السيطرة. لكن الغريب، لما حاول يبطل المخدرات لقى نفسه بيهرب في حاجة تانية، مسلسلات، ألعاب فيديو، أفلام ليل ونهار. بعد كده بدأ ينام بالموبايل، يصحى بالموبايل، عايش جواه. كان بيقعد بالساعات على التيك توك، يوتيوب، إنستغرام، بيتفرج على الناس عايشة وهو مش عايش. بدأت حياته تنهار من غير ما ياخد باله. العلاقات باظت، شغله ضاع، صحته بدأت تتدهور، وكل مرة يحاول يهرب من واقع يقع في إدمان جديد. الغريب، الناس ما كانتش شايفة إنه مدمن لأنه ما بقاش بيشمن أو يشرب، لكن الحقيقة إنه كان غارق في إدمان أخطر، إدمان التهرب من الواقع. أخته رنا حكت في فيديو باكية، لقيناه ميت في السرير، الموبايل في إيده، فيديو شغال، كان قاعد 13 ساعة متواصلة من غير حركة، وتوفى من جلطة في القلب. الخبر صدم الكل، ما حدش صدق إن شاب في عز شبابه يموت بالشكل ده. لكن الحقيقة، الإدمان مالوش شكل واحد، مش لازم يكون حقنة أو كحول، ممكن يكون شاشة أو حتى عادة باينة إنها بريئة. بعد وفاة آدم بدأت أخته تنشر توعية على السوشيال ميديا عن أنواع الإدمان المختلفة، وقالت في فيديوها الأخير: ما تهربش من واقعك بإدمان جديد، واجه مشاكلك، اتكلم، اطلب مساعدة، وافتكر إن الهروب مش حل، هو بداية النهاية.